تعال اقول لك ازاي تقدر تكتسب قوة عضلية لو هي دي هدفك في التمرين. اول حاجة اهتم دايما بمبدأ التخصصية، وده اتكلمت عليه في فيديوهات قبل كده، وهو انك عشان تكون قوي في حاجة معينة لازم تمارسها لفترة كبيرة وتكون مستمر على نفس التمرين. تاني حاجة دايما خلي العدات بتاعتك تكون قليلة بأتقل وزن، ويفضل العدات دي تكون من اول 1 ولحد 5 أو 6. تالت حاجة اهتم دايما بالتكيفات العصبية، وده مش هيحصل غير من خلال انك تقعد كل فترة تزود في الأحمال بتاعتك علشان جسمك يقدر يتكيف، والموضوع ده هيتحسن مع الوقت فهتلاقي قوتك بتزيد. رابع حاجة خلي دايما فترات الراحة بتاعتك تكون من 3 دقايق أقل حاجة ولحد 5. دايما زود في عدد مرات التمرين بتاعتك، ويفضل التمرين في نفس الحاجة اللي انت بتتمرنها، وليكن السكوات تكون مثلا مرتين في الأسبوع، ده هيكون كويس جدا. يجي بعد منهم انك ما توصلش خالص للفشل العضلي علشان ده ما يعملش إجهاد عالي على الجهاز العصبي بتاعك وتعرف تأدي كويس. نيجي لاخر نقطه وهي زياده الاكسلريشن او التسارع في العده الايجابيه، فده هيخلي في زياده في الفورس، يعني زياده في المسل فايبر ريكروتمنت تكريم الالياف العضليه، وبالتالي هتلاقي في زياده في القوه. وده كان الفيديو باختصار عن ازاي تزود القوه.